وبيبدأ انمي فيلاند ساجا الحلقة التانية منه بمشهد بيكون فيه السيد بتاع نورفين وإينار بيقول لهم ان هم لازم يشتغلوا في الحقل والمزرعة بتاعته علشان يسددوا تمنهم اللي هو اشتراهم بيهم، وبعد كده هيبقوا احرار. هم لازم يقطعوا الغابات ويزرعوا مكانها محاصيل القمح ويبيعوها له وهو يشتريها منهم، ويبقى كده هم بقوا احرار مرة تانية. وطبعا إينار بيتفاجئ وبيقول ايه الكلام اللي بيقوله وهو مستغرب، وهو بيقول لهم اي حاجة عايزينها عندكم الشخص دوت هيساعدكم، علشان دوت خد حريته بنفس الطريقة. بينتهي المشهد الأول على كده. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش الحلقة الأولى هتلاقيها في نهاية الفيديو، وهتلاقيها في الديسكريبشن وفي علامة الآي، وهتلاقي كمان قائمة تسجيل فيها الحلقة الأولى والتانية. وكمان كل يوم اتنين هتلاقي الحلقة الجديدة هتنزل، طبعا من الساعة الاتنين من 2 ل4. وكمان ما تنساش اللايك او الديسلايك على حسب عجبك الفيديو ولا لا، وتقول لي رأيك في الكومنت. ونرجع تاني للانمي بتاعنا، يلا بينا. وبيروحوا يشتغلوا في الغابة، وبيبقى إينار بيقول لسورفين انت قطعت جزء كبير من الاشجار، فبيقول له لا لسه، وقال له احنا لازم نقطع ناحية النهر مش الناحية التانية، فقال له ده كده في شغل لسه كتير. فإينار اتضايق وقال ده كده لسه في شغل كتير. وبعد كده بدأوا يشتغلوا، وكان إينار من كتر الشغل تعب. وبعد كده بيقول لسورفين هل هيبقى في غدا؟ فقال له ايوه. فقال له طب واحنا هنروح ناكله منين؟ فبيقول له لا هم اللي هيجيبوا لنا الاكل. فطبعا إينار انبسط، قال يعني كمان هيجيبوا لنا الاكل، ده حاجه حلوه. وبعد كده بيقعدوا يشتغلوا، إينار تعب جدا، وبعد كده بيسمع صوت ناس جت من بعيد، فبيقول اكيد دوت اللي جايبين لنا الاكل. فبعد كده بيقول له ايوه سورفين. وبعد كده بيروح إينار بسرعه علشان هو جعان، وبيشوف هما الناس جايبين له ايه. فهم الناس من بعيد 3 أو 4 اشخاص عمالين يضحكوا ويقولوا انه هو العبد الجديد، وعمالين يضحكوا. وبعد كده بيديله واحد كيس في ايده، لما بص فيه لقى فيه يا دوبك لقمه صغيره وما لقاش اكل كتير. فقال هل هذا طعامنا؟ فقال له اجل هذا طعامكم انتم الاثنين. فبعد كده هو طبعا بيتضايق، بيقول ازاي ده طعامنا احنا الاثنين، وبيبقى ماسك الكيس وبيبقى عايز يزعق ويضربهم. بس بعد كده سورفين بيجي ياخد الكيس بسرعه ويقول لهم شكرا جزيلا. بعد كده بيناموا، وبعد كده بيبقوا سايبين حصانهم ليهم ويقولوا لهم يعني عارفين لو صحينا ولقينا في خدش او متعور انتوا عارفين هيحصل فيكم ايه. بعد كده بيفضلوا يشتغلوا كل من إينار وسورفين، وبعد كده بيستخدموا الحصان في ان هم يحركوا الشجر ناحيه النهر وكده. بعد ما بيشتغلوا بالحصان اللي كانوا سايبينه لهم الناس اللي نايمين على جنب دول، بيبقى قابلهم السيد مرة تانية وبيقول لهم ما رأيك يا إينار انت عملت ايه النهاردة؟ فبيقول له انا عايز اشتكي لك على حاجة. وبعد كده بيبقى خلاص هيشتكي له، وسورفين بيبقى عايز يمنعه بس هو بيزقه. وبعد كده بيبقى عايز يشتكي له، فبيشوف واحدة كده. وبعد كده بيمشي السيد ويقول له انت نسيت يعني وكده، فلو افتكرت بقول لي. بعد كده بيمشي ويسيبه. بننتقل لمشهد بيكون فيه كل الخدم وكل العبد اللي مشتريهم سيد بيشتغلوا في حقل، وبعد كده بيبقى كلهم بيشتغلوا بشكل منظم، كلهم بيحبوا بعض. وبيجوا مجموعة من الناس جايبين مية ساقعة في الحر، بيدوا للسيد بتاعهم مية، وهو بيقول لهم لقد ارتويت، وبيقول لهم لقد عاد لي نشاطي، وبدأ يشتغل مرة تانية. وبعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه إينار وسورفين بيبصوا على السيد من بعيد وهو بيكلم واحد وبيزعق له، بيقول له المفروض نقطع القمح بحتة أطول من كده شوية من تحت الركبة وليس أقصر من هذا، لأنه كان بيقطعه بطريقة مش صح. وبعد كده كانوا عمالين يتخانقوا، فبيقول له ليه؟ قال له علشان احنا لما بنقطع القمح بيبقى في جزء لازم نسيبه عشان الحيوانات تيجي تاكل والغنم وكده. فهو بيقول له تمام، وبيقعد يزعق فيه. وبعد كده بيقعد يشتغل بحوجائية، وتاني دوت ابن السيد. وبعد كده بيقوم راكب الحصان بتاعه ويجري بسرعة ويرجع على بيته. وبنروح لمشهد بعد كده ابن السيد بيبقى غضبان وبيقعد يجري بالحصان في الليل في الضلمة. بيبقى فيه 2 عاملين كان عنده أبوه اللي هو السيد، بيبقوا قاعدين في الحقل، فهو بيقولوا له ما تجريش بالحصان بالليل علشان السباقات خطر بالليل بالحصانة. وبعد كده بيقولوا له تعالى هنروح نشرب شوية. وبعد كده بنروح لمشهد فيه
إينار وسورفين بيقعدوا يتكلموا، وإينار بيقعد يحكي على سورفين على كل حاجة. بيقول له أنا الناس حرقوا المزرعة بتاعتي والحقل بتاعي زمان مرتين مش مرة واحدة. مرة كان الإنجليز كانوا جايين والملوك بتوعهم هجموا علينا، وأبويا حمانا أنا وعيلتي وواجه الملوك بنفسه ومات. ودلوقتي هجموا علينا مرة تانية وموتوا أمي وأختي، وأنا دلوقتي أنا الوحيد اللي عايش. وبعد كده بيقول سورفين هل أنت صاحي؟ وبعد كده بيبقى سورفين بيظهر مشهد كده ليه، بعد كده بيغمض عينيه وبينتهي الانمي والحلقة دي على كده. وطبعا يا رب تكون الحلقة دي حلوة وعجبتكم، بس الانمي غامض لحد الآن وحلقاته حلوة جدا يا جماعة. وقبل ما ننهي الحلقة فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الحلقة الثالثة. وطبعا الحلقة دي تحسها مشوقة قوي للحاجة اللي هتحصل بعدين، فما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الحلقة هتنزل كل يوم اثنين من الساعة 2 ل 4، واشوفك في فيديو جديد. يلا سلام.